اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة حبيباتي، عسلامة أخواتي، عسلامة رويحاتي، وينكم مش عاملين؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف ألف ألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد. قبل ما نبدأ حبيت نعمل تحية شكر كبيرة 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 لقناة اسمها عائلة ميرو كوكي. هي قناة مصرية، يعطيها ألف صحة، والله العظيم ما عندي معاها حتى علاقة وإلا كونتاكت. ومع ذلك دوما دخلت لقناتي، عملت لي بارتاج وعملت لي إشهار، وطلبت من أخواتها المصريات واللي تعرفهم الكل باش يدخلوا لقناتي ويزوروها ويعملوا اشتراك بالطبيعة إذا كان عجبتهم. وبكل رحابة صدر زاد فما أخوات مصريات عملوا لي اشتراك وتعليقات ويشجعوا فيا ومحلى كلامهم ودعوات، وربي يوفقك وربي يسهل لك. نقول لهم بالحق من قلب 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 قلبي نحب نقول لهم الله يبارك لكم ويعطيكم ما تتمنوا ويوفقنا جميعا، وربي يحق لكم كل حاجة تتمنوها يا رب. كما شجعتوني ودخلتوا القناة وزرتوها. قبل كل شيء ما تنسوش انتم زاد حبيباتي تسمعوا فيا توا، ما تنسوش باش تعملوا لي اللايك المزيان والتعليق التحفون، وبالطبيعة اذا كان عجبكم الفيديو ونبدأ على بركة الله. كما قاعدين تشوفوا اليوم الأحد، الفيديو هذا مصورته بالأحد. ريتو غسلت الصابون نهار السبت، خاطر بحكم نهار الأحد احنا في المنطقة نسكن فيها لينا يقص علينا الضوء، ذاك علاش انا نغسل ديما الصابوني بالأحد. هذا اذا كان معنا بقيت جمعة كاملة نخدم وما عنديش الوقت، اما اذا كان انا عندي وقت وديسبونيبل راني نحط اجور الماكينة تغسل. ما نحبش نجمل، انا طبيعتي انسانة ما نحبش نجمل الحوايج، وسورتو انا عندي بيبي. معناها هذه نصيحه ننصح لكل ام يبدا عندها بيبي ولا صغار ما تجملش باش خاطر بالحق توحل فيه. كما انا بار اكزومبل، خاطر بحكم كنت في عرس وما كنتش في داري، البش جمل لي برشا وتصيني نهار السبت صدقوني نهار كامل انا نغسل. يعني يشيح اللي شيحتهم ننشرهم، نرجع للاخرين نلقاهم شاف بحكم الطقس سخون شويه، نحي هذوك انشر الاخرين واحنا ماشيين نهار كامل الواحد غاطس في الصابون. دونك ما ننصحش الحق اي مراه باش تجمل الصابون، لازم ديما يدك فيه اجور. اذا كان بطبيعه عندك الوقت، اذا كان ما عندكش كل واحده عندها طريقه تنظيم دارها، واذا كل واحده عندها كيفاش تسير امور دارها من الاخر كما يقولوا فيها. به كما قلت لكم اللي خرجت الصاله بحكم كانت الدنيا باردة ومطر ودخلت بعضها البرنامج الشهري بتاع التنظيف وبرشا حاجات. كي رجعت الطقس سخون ودفيت وطلعت الشميسة، بديت بالصالة كما تشوفوا، جبت لي الفوتيات الكل، نظفت الغبرة الحيوط ما خليتش. اليوم كما عملت الصالة غدوة بيت النوم وبعد بيت الصغيرة والكوجين هذيك نهار ونهارين وحدهم الى بالطبيعه. راه مش معناه اذا كان عملنا البرنامج الشهري هذا بتاع التنظيف العميق معاش ننظف وكها ونقول اني عملت تنظيف عميق، لا لا ديما تبقى يدي اما شنو مش كيما التنظيف العميق. التنظيف العميق راهو تقول امي ناقص كل الحيوت ما دهنتهمش من الاول وجديد. كيما قاعدين تشوفوا جبت الديفونات الكل. الغبابر ما نحكي لكمش بحكم كان بالحق طقس ريح مطر حتى مصبابة تدخل بالتراب متاعها ما نحكي لكمش. وجينا عاد تويك كما تشوف الفيديو عملت تسيقة سمحة. ريت البرودوي اللي عندي في الدار كل حطيته، ما نحكي لكم مش على ريحة الجمال وريحة الدينول والفيناس والفواح، حسيلو ميلونج كاملة. وانتم تخيلوا عاد الروائح البنينة. ريتو التسيق اذا كان ما يكونش هكا انا رغوة برشا وماء وتزقزيق مش برشا، خاطر تو ماكم تعرفوا تونس توا في ازمه متاع ماء. اما هو انه برنامج كما قلت لكم برنامج تنظيف عميق متاع مره في الشهر، وبقي ديما مسحه وكهو مسحان هكا مره بقطره جفال وفي ناس مره فواح اللي موجود. حاسيلو جبت الفتيات الكل بحكم الصاله متاعي معناه ماشيه بالطول مش بالعرض الصغير، معناه لازم نجبد بالفوتي باش نسيق تحتهم. جبت 3 من غادي بقى لي الكوان هذاك راني جبتهم بعد وحده، حتى من البلينتا من اللوطه الكل صبيت عليهم الماء وحك حك 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 بردت قلبي كما يقولوا.
وانتم عاد البنات تحكوا لي في التعليقات ايش بديتوا في التنظيف العميق نتاع الشهر نتاعكم، كيفاش برنامجكم نتاع التنظيف. انا عامله برنامج ماشيه بيه، الحق مساعدني، مرتحني، نعرف روحي مثلا اليوم مش نعمل وغداش مش نعمل، الجمعه الجايه كل حاجه كل اسبوع، ونعرف روحي باش ما نبقاش مهمشه ومنه وصغار ودار وتطيب وراجل وخدمه. لا مبرمجة مسطرة برنامجي. بار اكزومبل نعطيك ملمحة صغيرة. عاملة تنظيف تنظيف بتاع الشهر، هذيك تنظيفة عميقة 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 مرة في الشهر. هذا انا برنامج مسطرته على حسب معناها كيفاش محافظه على نظافه داري. واذا كان واحده مثلا عندها برشا صغار، والا عملت هكا مثلا لما والدار عرفتها دخلت بعضها وتستحق ان هي باش تعاود تجبد مثلا الصالون الفوتيه وتسيق ولا حاجه، باركزومبل كل 15 يوم. واذا كان معناها هي تخدم ما عندهاش الوقت، هاوينو في العشويات تو سورتو تو الطقس سخن هكا والصيف والعشويه توالتو شويه، هانو كل مره يديها في حاجه، مره في الصالون، مره في بيت النوم، مره في بيت الصغار، هيك باش ما تجمرش برشا عليها القضيه وما تبقاش واحله. المهم هي معناها لازمها المرأة توا في الوقت سورتو ضغط ما بين الخدمة والدار تعمل برنامج تستر برنامجها بالحق. مثلا اليوم عندي بيت الصغار لازمني نشوف اش ناقصها اش زايدها، تتفقد الجاردروب نتاعهم، الزرابي تركنهم. نهار الثلاث عندي ساعة ساعتين نتفقد بيت النوم كالعادة الجلاس خاطر نعرفه اي الواحد كده مزروب الصباح كيش بتقطع يطيحوا 10، وتنظم نعرفش انا كل وحده وكيفاش. وكل نهار الاربعاء مثلا عندها برنامج اخر الكوشينه، مثلا باش تجيب بركه باش تفركت تركينه اخرى في دارها. والا ثم زاد طريقه اخرى كنت نعتمدها انا قبل، نعمل بار اكزومبل السبت ميناج للدار، ونهار لحد هذاك مخاصته ليا وحدي، معناها نمشي للحمام، نمشي لامي، عندي ماشيه بار اكزومبل المراه زادت والا ماشيه مأجلتها باش نزور قريبتي ولا دار جدي ولا حاجه، نمشي لك نهار هذاك نهار لحد مخاصته باش نعمل خرجه باش نمشي نقضي قضيه مأجلتها، هذاك نهار لحد كله ليا. خاطر بالحق توا معظم حسب ما نشوف معظمنا نساء محملين برشا المسؤولية على عاتقهم وحدهم، مهملين رواحهم، تحس عندهم هكا هكا متشوشين هكا ما همش منظمين، تلقاها تجري منا صغار خدمة دار اجري 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 ونست روحها في وسط الخوضة متاع المشاكل الحياة والازدحام الكل، هي ما فماش حتى ربع ساعة نروحها. علاش هذا الكل؟ ما ننظم روحي، هاني جمعة كاملة ما بين الدار والصغار وقريتهم وخدمة والداري والراجلي زاد وإلخ إلخ، ونهار لحد هذاك لك انت وحدك. الصغار ما يسالش كما انت جمعة كاملة تحملتهم، ما يجي فيها بس انه المسيو نهار لحد يتحمل الصغيرات شوية، هكاك تتقاسم المسؤولية وتتقاسموا الحياة وتخف حتى من المسؤولية، تحسها خفت عليك. وكما قلت لك معناها الحاجة سمعتها مرة عند مرة كبيرة، إذا كان أنت ما حبيتش روحك وما عزيتش روحك، شكون تحبه يحبك وشكون مش يعزك؟ أنت لازم تتلهى بروحك، لازمك تعطي هكا قيمة روحك بالحق، تحب روحك. بار اكزومبل نعطيكم حاجة، أنا نعرف شكون بار اكزومبل تفيق الصباح ديريكتومون للكوجينه ديريكتومون للدار، وتبدا كي نحكي معاها ولا نطلبها اني نعمل في هذيك نعمل في هذيك نعمل في هذيك نعمل في هذيك نعمل في هذيك، كي نسالها هي اش عملت الروحه، اوه والله ما لقيت في الوقت، ما نسيت مشني لاهيه. علاش هذا الكل؟ وسورتو نحكي على الانتر بارونتيز المراه اللي في الدار، خاطر كان نحكي عليها انا توا هي في الدار. علاش قلت حكيت انا ويا علاش هكا؟ بار اكزومبل انت فقت من النوم نفرح بروحي نعمل روتين هكا، ننظم روحي نعمل روتين الوجهي الصباح، نعمل روتين الروحي، نشرب قهوتي في عقلي، نلبس لبسه مزيانه، ما يسالش حتى كتكون بيجامه متاع الدار، المهم نفرح انا بها روحي، نغسل وجهي، نمشط شعري، نشوف روحي في المرايه، ما يسالش كي نعمل شويه مكياج خفيف، علاش لا، نشرب قهوتي في عقلي، نعمل فطور قمقوم، ندلل روحي، ومن بعد عادي نتكماسة في الدار. وبالعكس كده انت نفسيتك طالعه ومرتاحه
كلك طاقه ايجابيه، راك باش تكمل الميناج نتاعك وقضيتك كل شيء كمل في وقته، وتفضل اصلا حتى من وقت بعد تكمل قضيتك وتبقى مرتاحه ومد رجليك. اما باش تبدا انت نفسيتك هكا ملهو زيرو وطايح مورالك وتبدا فيك وجينا نجري منا حتى من مخك تحسه تعب، حتى من صحتك تحسها صاي فابل على الاخر. علاش؟ ابدا بروحك، حب روحك، ابدا بالحق، غير من نفسيتك، غير من روحك. خاطر الدنيا تشوف البنات راهي الوقت فيت في امس ولا اليوم، واليوم ولي غدوه ونحنا ماشي معناها الحمد رسول الله. الحياة مستمرة، فهمت؟ مش باش توفى القضية باش تنظف اليوم نعطيك 24 ساعة تنظف فيها، مش بترجع غدوة كي نفس الحكاية. معناها مش باش توفى، مش معناها انت كرستي حياتك الكل تنظف 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 ومش تبقى لك ديما هكاك، مستحيل. راه هاو تو بارك تغسل الماعون توا تعمل دورة طيب العشاء ترجع كيف ما كانت، ما ثماش حاجة حتى حاجة باش تدوم، فهمتوا؟ دونك استغلوا الوقت مع عائلتكم مع صغيراتكم، استغلوا وانت تدلل في روحك، تحب في روحك، تتمتع بك القهوة متاعك، تسمع غنية تحبها. بالحق دلوا رواحكم، دلوا، خاطر بالحق انتوما تستاهلوا الدلال، احنا نسان نستاهلوا خاطر تعبين. كل من احنا ما ندلوش روح، ما ثماش كل شي يدللنا. راه نعرف انه ثم عباد تحبنا ونعرف عائلتنا يحبونا، اما انتي ابدا بروحك، انتي ابدا بروحك بالحق. هرب بينا الفيديو، انا ما حكيت لكم شنو عملت كما تشوفوا. عرف الروتين ثم انا معايا امي وولدي الصغرون، ذاك علاش عملت سمايلات باش نغطيهم خاطر ما يحبوش. وهذا الشكل النهائي للصالون تاعي، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. ان شاء الله نكونش هكا حكيت برشا وجعت لكم روسكم. هذا الشكل النهائي للصالون بعد ما جبت الارجنتي ومسحت الغبره وخرجت الزرابي لبرا وتشمس ونفضت الغبره ومسحت وسيقت بالباهي بالباهي وارتحت عليها وناقصه كانت بخيره وكهو. ان شاء الله تكون الشكل النهائي يعجبكم. ما تنسوش اذا كان وصلت المرحله هذه من الفيديو ما تنسوش باش تعملوا لي لايك وكومنتير، واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش باش تصلوا على سيدنا محمد في التعليق. هذه شكل نهائي الارجنتيز مسحتها بالاجاكس. تو بقى لي نقول لكم باي باي وعلى خير.